ستنطلق الصافرة، صافرة 90 دقيقة التي تحدد بطل إما عاشرة لظفار أو أولى للشباب. انطلقت المباراة هنا على أرض مجمع صلالة الرياضي. تعرفون وكما ذكرت بأن حظوظ الفريقين الفوز والتعادل كافي للزعيم في موقعة اليوم، بينما تحتاج صقور الشباب إلى الفوز لا غير من أجل لقب هذه البطولة. مباراة تشبه النهائي، تشبه المباريات الفاصلة التي سبق وأن لعبها الشباب كما ذكرت في موسم 2011-2012 أمام نادي فنجة، لكنه خسرها بركلات الحظ الترجيحية بعد مباراة دراماتيكية انتهت ب3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي. اليوم لا شيء، لا مباراة فاصلة، لأن المباراة الفاصلة تم إلغائها، وبالتالي فارق المواجهات هي من ستكون في حال لو أن الشباب تمكن من الفوز هنا على أرض ظفار الذي لم يخسر إطلاقا من خلال بطولة الدوري في هذا الموسم. لماذا في هذا الموسم على هذا الملعب؟ تعادل في مباراتين وفاز في 10 مباريات من بين 12 مباريات محتسبة على أرضية ميدانه. تعادل مع العروبة وتعادل مع نادي الخابورة بهدف لهدف. الأيام الأخيرة، الجولات الأخيرة بالنسبة لنادي الشباب ما كانت إيجابية إطلاقا، لأن الشباب في آخر 3 مباريات خسر مرتين، تعادل في مباراة سالم سلطان، يعلم ذلك ويدرك تماما أنها مباراة للتتويج، ومباراة اليوم هي مباراة اللقب، مباراة التاريخ. هنا رياض الذي يحمي عرين القميص الأحمر الذي يريد لقب 10. مراد مولاي، هل تطبخ له البطولة على طبق من ذهب؟ أقول ذلك لأن مراد مولاي استلم الفريق منذ أن خسر نادي ظفار أمام العروبة بهدف نظيف، وبالتالي فوز وحيد أو قيادة وحيدة كمدرب بالنسبة لنادي ظفار من خلال هذا الموسم أمام نادي النهضة. فاز بهدف دون مقابل بهدف لاوسن بيكاي اللاعب الموجود على قائمة البدلاء. هذا بالإضافة طبعا أيضا إلى الفوز الكبير الذي كان على حساب نادي صحار ب3 أهداف مقابل هدفين. إذن هي المباراة الثالثة بالنسبة لمراد مولاي التي يقود من خلالها نادي ظفار، يريد أن يحصد اللقب، وإن حصد اللقب فسيكون باسمه، لأن آخر من حصد ألقاب الزعيم كان هو التونسي عمر مزيان في موسم 2004-2005 يوم أن توج نادي ظفار بلقب بطولة الدوري بلا خسارة. جماهير شبابية تحضر هنا في أرض الأصالة على مدرجات مجمع صلالة الرياضي. مشهد جميل جدا هنا يرسم من جانب الجماهير الظفراوية والجماهير الشبابية في ليلة ستكون تاريخية بالنسبة للفريقين. لا أحد يستطيع هزيمة ظفار هنا في هذا الملعب إلا البطل. لماذا؟ لأن في حال لو أنه خسر أمام الشباب فإن الشباب هو من سيكون بطل، وإلا فإن ظفار سيخرج من خلال هذا الموسم بلا هزيمة على أرضية ميدانه. وهو يتذكر في ذلك الموسم الأخير الذي حصد من خلاله لقب البطولة 9 بلا هزيمة من خلال 11 فوز و13 تعادل وب46 نقطة. كرة في الجهة اليسرى الآن، محاولة لمصلحة نادي ظفار لكن تتخلص. مباريات اليوم قد لا تبدو الكثير من الأهمية عليها باستثناء طبعا هنالك مباراتين مهمتين راح نكمل بعد هذه الكرة والمحاولة. طبعا هذه أهم المباريات وأهم المواقع على مستوى بطولة الدوري، لكن لدينا مباراة مهمة أخرى تجمع العروبة بالخابورة، والعروبة ينتظر أكيد تعثر الشباب ويفوز على الخابورة وبعد ذلك يحصل على المركز الثاني. تخيلوا عند الجولة رقم 21 كان الشباب متصدر بفارق 5 نقاط على حساب نادي ظفار. اليوم ونحن نلعب عند الجولة رقم 26 ظفار من يتقدم على الشباب بفارق 3 نقاط. سبحان مغير الأحوال. السبب في ذلك أكيد هو تلك الخسارتين المتتاليتين بالنسبة للشباب أمام مسقط الذي يحاول البقاء، وأمام نادي عمان الذي يحاول أيضا البقاء في
في دوري عمان للمحترفين، وبالتالي كانت الأفضلية لمن أراد البقاء على حساب من يصارع على لقب بطولة الدوري. كرة في الجهة اليمنى الآن، محاولة في منتصف الملعب، أحمد سليم يلعب كرة عند نادر عوض، يتقدم للأمام نادر عوض في رحلة اختبار كبيرة لظفار من خلال هذا الموسم الذي يرونه وأنه موسم العودة، موسم اللقب، موسم العاشرة، موسم الزعامة بلا مناصفة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، لاحظوا هذا المشهد الجميل الراقي جدا من جماهير نادي ظفار الذي ننتظره أيضا بعد أسبوع من الآن على مدرجات مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر. هذه كرة خطيرة، هذه تسديدة قوية لكن تتخلص في اللقطة الماضية. رائد إبراهيم حاول وضع الكرة إلى معتز صالح لكن الكرة بعد ذلك تبعد من جانب المدافعين بالخطأ. هنا أدمر اللاعب الكرواتي يحاول في اللقطة الماضية، صافرة تأتي من جانب حكم المباراة تشير إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية لصالح نادي الشباب ولمصلحة فرناندو. لاحظ الكرة الأخيرة، المحاولة التي كانت بواسطة اللاعب السوري تامر مجدة. جماهير تريد أن تخرج عريسة، جماهير تريد أن تغني في هذه الصخرة الكروية الكبيرة. الليلة إن حدثت لظفار فإن أكيد وأن جماهير الزعيم من خلال هذا المساء لن تنام، ستكون سهرة صباحية مثل ما هي صورة نموذجية من خلال هذا الموسم، لأن هذه الجماهير رافقت في الكثير من المحافل نادي الشباب من خلال هذا الموسم، وكانت عنصر فعال من أجل أن يصل الشباب إلى المحطة الأخيرة ولديه أمل من أجل أن يحقق اللقب الأول. صافرة تأتي من جانب حكم المباراة، فيها خطأ، راية وتسلل يبدو لي كانت على عمر المالكي. المشهد الجميل، الصورة المثالية أكيد، وأنها واحدة من اللوحات التي انتظرناها التي نتمناها في ملاعبنا، ليس فقط من خلال هذه المواجهة الأخيرة. كنا نتمنى هذا المشاهد تتكرر، لكن أعتقد بأن هذا مشهد يليق تماما بمباراة تشبه المباراة النهائية. كرة الآن في منتصف ملعب المباراة، رائد إبراهيم يتقدم للأمام، يبحث عن مرور، محاولة كرة خذوهات، لكن الدفاع من جانب أحمد البريكي لم يعد هو الأفضل دفاعا، لأنهم الآن متساويان. ظفار ب25 هدف في مرماه، كذلك الحال بالنسبة للشباب الذي تراجع في الجولات الماضية. يا رياض، الكرة إلى ضربة ركنية الآن لمصلحة الشباب. الكرات الثابتة عادة ما تكون خطيرة، لماذا؟ لأن فرناندو الذي سجل في مباراة الذهاب، لأن عمر المالكي يجيد أيضا، ولأن كذلك يونس المشافري مع غياب لوكاس اللاعب البرازيلي هداف نادي الشباب من خلال هذا الموسم، هنا واحد من المرشحين بالحصول على لقب أفضل لاعب. الحديث طبعا عن اللاعب جميل اليحمدي سيكون على تنفيذ الضربة الركنية القادمة لمصلحة نادي الشباب. الضربة الركنية على تنفيذها جميل، على رأس من ستكون من أجل رفع الرؤوس، من أجل رفع درع يريدونها الآن من خلال هذا الموسم. كرة منقولة للأمام، محاولة لكن أيضا الكرة بتتخلص، تعود لمصلحة الزعيم عند رائد إبراهيم. المساحات وسط رغبة الشباب الهجومية، هل يستعجل الشباب في الهجوم ويخسر؟ يا سلام يا سلام، ضاعت أولى الفرص بعد مرور 8 دقائق، ضاعت أولى المحاولات لمصلحة الزعيم في اللقطة الماضية. خليل نصيب أو من هذا في اللقطة الماضية، لاحظوا مرة أخرى تمريرة من رائد مررها إلى خليل إلى نصيب من أجل أن يأتي بالنصيب، النصيب المنتظر، النصيب المترقب، النصيب الذي ربما يعيد لهم بطولة الدوري بعد طول انتظار. خليل الذي تألق في مباراة صحار يريد أن يتألق اليوم في مباراة التتويج، يريد أن يظهر إمكانياته، يريد أن يذكرهم بكثير من الأسماء التي مرت على الزعيم. كرة في منتصف الملعب الآن، محاولة بتصل عند عبد المجيد اليحمدي إلى جميل،
في منتصف ملعب المباراة. لمسة بينية أمامية، محاولة عند السوري يتقدم لكن كرة طالت من رياض، لعبت للأمام، وصلت الآن إلى علي البوسعيدي حاول لعب كرة للأمام، خذوهات من جانب لاعب أدمر، يا سلام، الكرة منقولة للأمام. عمر اليعقوبي لا يشير إلى وجود خطأ، أمر باستمرارية اللعب في اللقطة الماضية. 10 دقائق ما فيها جس نبض، لأن المتوقع والمنتظر أن الشباب يلعب مباراة مفتوحة. أكون أو لا أكون، خلاص من خلال موقعة اليوم أضاعوا الصدارة، أضاعوا ذلك التقدم بفارق 5 نقاط كاملة. كان من الممكن الشباب أن يصل إلى مباراة اليوم وهو متوج بلقب بطولة الدوري، لكن آخر الجولات التي حدثت فيها بعض التقلبات، بعض المفاجآت كما يراها البعض، لكن في كرة القدم لا مفاجآت، لأن الكل قادر على الآخر طالما أن هنالك طموحات متواجدة في أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة الزعيم نادي ظفار. 22 بطولة للزعيم، يبحثون عن البطولة رقم 23. 9 دوري، 8 كاس، 2 كاس السوبر، 2 كاس الاتحاد، 1 كاس المحترفين. هل تأتي البطولة رقم 23 باسم دوري عمان تل المحترفين؟ علينا أن ننتظر. هنا محاولة الآن، محاولة يونس المشيفري، يلعب كرة في الجهة اليسرى، وصلت إلى السوري. عمرو جنيات يلعب كرة عرضية، محاولة خطيرة تفتقد للوكاس في اللقطة الماضية، لكنها تجد رائد إبراهيم في الجهة اليسرى. رائد يتقدم، رائد يعرف البطولات، لأنه حقق بطولة لقب الدوري مع نادي فنجة في الموسم الماضي، حقق معهم 9، يريد أن يحقق مع نادي الشراق. كرة منقولة للأمام، تتخلص من الدفاع، تحولت في الأخير إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس محتسبة لمصلحة نادي ظفار، تماس لمصلحة الزعيم. في الانتظار، الكل ينتظر، الوسط الرياضي، المشجعون بالنسبة لجماهير الزعيم وبالنسبة لجماهير سكون الشباب في انتظار موقعة هذا المساء. سهرة صلالة، لمن ستبتسم، لمن سيكون الإنجاز، لمن سيكون اللقب. هذه الكرة من الجهة اليسرى، محاولة أمامية على حدود منطقة الجزاء، البحث عن المرور، فرصة، محاولة عبد الله فواز، يا الله، خطيرة اللقطة الماضية. عبد الله فواز هو واحدا طبعا من الأسماء، بل ابن أحد أساطير الزعيم فواز عرفة. كرة منقولة في منتصف الملعب، محاولة وصلت في منتصف الملعب، معتز بطريق الخطأ، تعود الكرة مرة أخرى إلى تامر، غير بعض الشيء مراد مولاي من خلال الاعتماد على خليل نصيب. خليل يحاول، خليل ماذا يريد، خليل ماذا يفعل، خليل طالت الكرة من أمامه، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، يطالب بضربة ركنية، المساعد يقول لا، هي إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الشباب. نقترب من الربع ساعة الأخيرة مرة أخرى، هنا الإعادة توضح ربما وأن مدافع نادي الشباب خالد بريكي هو من أبعد الكرة الماضية، لكن القرار كان لحكم المباراة بوجود ضربة مرمى لمصلحة نادي الشباب في هذا الموسم. ظفار ب15 فوز، 5 تعادلات، 5 هزائم، 42 هدف في مرمى 25 هدف. الشباب في هذا الموسم 13 فوز، 8 تعادلات، 4 خسائر، سجل 40 هدف وعليه 45 أو 25 هدف. يبقى نادي العروبة الفريق الذي يحتل حتى الآن، أقول حتى الآن، المركز الثالث، طبعا عنده 43 هدف من خلال هذا الموسم، وهو أقوى هجوم في هذا الموسم. أقول حتى الآن، لماذا؟ لأن نادي العروبة بإمكانه أن يحقق لقب الوصيف في حال وأنه فاز على الخابورة وأن الشباب خسر في مباراة اليوم. لاحظوا وأن المراكز ستتبدل، المراكز قد تتغير، ممكن ظفار المتصدر يصبح ثانيا، ممكن الشباب الثاني يصبح ثالثا، كل الأمور واردة من خلال مباراة اليوم. كرة واصلة ناحية أحمد سليم، يحول كرة للأمام،
محاولة سريعة في الجهة اليمنى واصلة إلى سعيد ربيع، والكرة بعد ذلك سهلة عند فارس الغيثي. فارس الغيثي أولى خسائر نادي الشباب كانت أمام نادي صحار في الجولة الثامنة من عمر دوري عمان تل للمحترفين. بعد ذلك استمر الشباب لحوالي 10 مباريات متتالية بلا خسارة، بل فيها 7 حالات فوز و3 تعادلات إلى حين الوصول للجولة 19 والخسارة من أمام العروبة بهدف مقابل هدفين. وبالمناسبة يعني العامل المشترك بين الفريقين من خلال القسم الثاني أن الفريقان خسرا من نادي العروبة في مباريات الذهاب هنالك على أرضية مجمع صور الرياضي. هذه محاولة بالخطأ والأخطاء في مباراة الليلة ممنوعة سواء زرقاء أو هي حمراء. هذه فرصة فرناندو يبحث عن المرور، كرة منقولة للأمام، فرصة بتتهيأ يحاول من خلالها يونس المشيفري يتقدم للأمام يبحث عن مساندة، يجد جميل أو هذا عبد المجيد اليحمدي، طالت الكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس الآن لمصلحة نادي ظفار. انتهت الربع ساعة بل زادت عليها دقيقة واحدة. النتيجة ما زالت سلبية بلا أهداف لكنها إيجابية بالنسبة لظفار لأنها كافية بأن يتوج الزعيم بلقب بطولة الدوري. كرة بالخطأ لكن عاد علي البوسعيدي حصل عليها. علي الذي يلعب أيضا مباراة بل يلعب موسم كبير جدا، مرشح لأن ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب مع جميل اليحمدي. كرة منقولة في منتصف ملعب المباراة واصلة باتجاه فرناندو، عودة بالكرة للقلب بالخطأ إلى رائد للأمام، ما فيها راية فيها خطورة، وصلت إلى الخطير، وصلت إلى المدمر أدمر يلعب كرة عرضية إلى مين؟ خطيرة هذه، تتهيأ محاولة تسديدة ولكن تتخلص. تأخر فيها عبد الله فواز في اللقطة الماضية. تعود من جديد لا وجود لخطأ. رائد يقاتل على الكرة في اللقطة الماضية، يقاتل من أجل زعامة، يقاتل من أجل لقب، يقاتل من أجل تاريخ، من أجل إنجاز، من أجل عودة الألقاب مرة أخرى إلى البيت الأحمر الذي افتقد لبطولة الدوري منذ سنوات. الكرة تصل مرة أخرى إلى أدمر، سجل في المباراة الماضية على فريق السابق نادي صحار، لم يحتفل لأنه يتذكر العشرة الجميلة، لأنه يدرك تماما وأن هنالك عشق كبير من جماهير نادي صحار بالنسبة لهذا النجم الكبير. الكرة إلى صافرة وخطأ محتسب الآن لمصلحة نادي ظفار. ضربة حرة مباشرة الآن محتسبة سيكون على تنفيذها أدمر باحثا عن هدف. سالم سلطان يدرك تماما أهمية هذه الموقعة، لاعب سابق في نادي صور، حقق لقب الدوري ولقب الكاس وبطولة الناشئين لدول مجلس التعاون. هذه كرة منقولة للأمام، فرصة خطيرة لكن تتخلص. تعود الكرة مرة أخرى. أرنست في اللقطة الماضية، أرنست في هجوم عكسي مرتد، أرنست يتقدم، أرنست خطير، أرنست يلعب كرة في جهة اليسرى باتجاه السوري عمرو جنيات يسقط، يطالب بوجود خطأ، الحكم يشير إلى وجود الخطأ ضد السوري الآخر تامر مجدة. مواجهة سورية بين تامر وبين عمرو جنيات من خلال اللقطة الماضية. السوري تامر أعاق عمرو جنيات. خطأ، ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة نادي الشباب. أكيد وأنها كلما كانت قريبة من منطقة الجزاء كانت الخطورة موجودة. الضربة الحرة المباشرة الآن لمصلحة نادي ظفار، الضربة الحرة لمصلحة نادي الشباب على مرمى ظفار. أوه يا رياض، إلا اليوم لا تغلط، لأن هذا موسم الحصاد، لأن هذا يوم الحصاد، لأن هذا يوم قطف الثمار. إلا في هذه اللقطات لاحظوا مرة أخرى الهفوة الكبيرة يا رياض، لو سجل الشباب من هذه الهفوة لن تكون مقبولة إطلاقا لجماهير الزعيم، لكل محبين نادي ظفار من خلال مباراة اليوم. الكرة إلى ركنية ملعوبة للأمام، محاولة رأسية خطيرة
خطيرة جدا كانت من يونس. اليوم الأنظار على يونس مع غياب لوكاس. اليوم ممكن يونس يوصلهم، وممكن آخر مشهد ليونس، وممكن اللقب المهم ليونس الذي كان حاضرا في الكثير من المحافل، كانت له تجربة احترافية ناجحة، لكن يونس يريد لقب، يونس يريد إنجاز محلي. يونس ارتقى في الكرة الماضية من أجل أن يرتقي بالشباب إلى الهدف الأول، لكن الكرة ذهبت عدت إلى خارج أرضية الملعب. حضور جماهيري، حضور كذلك من جانب الكثير طبعا من الرسميين، من المشايخ الموجودين طبعا، والذين سبق لهم طبعا أن مثلوا الزعيم طبعا على مستوى الإدارة، لأن الشيخ بدر بن علي الرواس أيضا حاضر. هذه كرة منقولة للأمام، تصل الكرة سهلة الكرة الماضية عند فارس الغيثي. تعود الكرة من جديد، لمسة في وسط الملعب، فرناندو يبحث عن المرور. الكرة تعود إلى عمر المالكي. عمر مر من الأول من الثاني، فضل إرنست في اللقطة الماضية. مباراة حتى الآن متكافئة من الفريقين، تشعر وأنها فعلا تشبه اللقاءات النهائية، تشبه وأن هنالك بالفعل تشعر وأن هنالك رغبة كبيرة. هذه فرصة لكن تتخلص، تعود مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماثلا لمصلحة نادي الشباب. نقترب من منتصف شوط المباراة الأول. نتيجة حتى الآن تعني فوز نادي ظفار باللقب. لقطة أمامية بينية لكن تتخلص الكرة الماضية. تعود من جديد أحمد سليم يلعب كرة للأمام، وصلت إلى فيدران يلعب في نادي مسقط، لكن كلاهما كان لاعبين في نادي صحار. هذه كرة منقولة الأمام إلى أقصى الجهة اليسرى. فرصة، لاحظوا القتال الكبير، لاحظوا الانطلاقة، لاحظوا الرغبة، لاحظوا رغبة جنيات الجنون الذي ممكن أن يحدث جنيات في مباراة اليوم. يطالب بخطأ، يطالب بركنية، الحكم قال له ضربة مرمى. السوري في اللقطة الماضية كان يطالب، لاحظوا انطلق من الخلف، وبعد ذلك طبعا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أبعدها المدافع سعيد ربيع، حولها إلى خارج أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله، سلامات لعمرو جنيات أكيد، وأنه عنصر مهم جدا، لا يمكن أن يستغني الشباب عن عمرو جنيات أكيد، وأن لديه أيضا لاعب آخر موجود على دكة البدلاء، لأن الأقرب أن يكون مكان عمرو جنيات هو اللاعب محمد السيابي. كرة في المنتصف الملعب الآن، محاولة لصالح نادي ظفار، سعيد ربيع، لكن لدينا أيضا لاعب يسقط في أرضية الملعب. من هو صاحب لقب هذا الموسم ظفار الشباب؟ هذا السؤال الذي ستجيب عليه الدقائق المتبقية، الدقائق التي تنتظرها جماهير الفريقين بل الوسط الرياضي ككل. الكرة إلى رمية تماس، لقاء الذهاب كما ذكرت 3-0 كان لمصلحة الشباب، لكن المهم الآن وأن ظفار على أرضية ميدانه لم يخسر إطلاقا من خلال هذا الموسم، ولا يمكن أن ينهزم ظفار إلا من البطل، لأن انهزم من الشباب فسيكون الشباب هو البطل لسوء حظ الشباب حتى الآن أن المنافس هو ظفار من خلال هذا الموسم. وعندما يكون منافسك ظفار وبعد طول غياب عن منصات التتويج عن اللقب، فإن المنافسة لن تكون سهلة إطلاقا، بل ستكون شبيهة بتلك التي كانت للشباب في موسم 2011-2012. هذه كرة للأمام، محاولة واصلة إلى يونس، يبحث عن المرور، يلعب كرة للخلف لكن الكرة بتتخلص. تعود من جديد لمسة أمامية، الآن تعود لمصلحة نادي ظفار من جانب اللاعب أدمر، والخطأ ممنوع. خليل نصيب يلعب كرة للأمام، حكم المباراة تعطي مبدأ إتاحة الفرصة، لمسة للأمام. خليل خطير يسقط في اللقطة الماضية. الكرة تعود مرة أخرى. أحمد البريكي كاد أن يرتكب الخطأ، كاد أن يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية نادي ظفار، لأن الأخطاء في هذا المكان أخطاء صعبة جدا، مع وجود أدمر، مع وجود المدمر، مع وجود لاعب يمتلك مهارة كبيرة جدا في تنفيذ الكرات الثابتة، وكان ممكن حتى أحمد البريكي يتحصل من خلالها على بطاقة صفراء لو أن لم يستفيد منها خليل نصيب. الكرة الماضية، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس،
تماس لمصلحة نادي ظفار. متى يأتي الهدف الأول؟ أنا في تصوري أنها مباراة أصبحت الآن تحتاج إلى هدف لكي تتحرك الجماهير، أيضا يتحرك اللاعبون في أرضية الملعب، لأن هذه مباراة أصبح فيها الآن تخوف من جانب الفريقين. أنا لم أتوقع بصراحة وأن الشباب يعني سيحاول مبكرا، وأنه يترك مناطق الدفاعية مبكرا، لأنه يعلم وأن الهدف قد يأتي في أي لحظة من اللحظات. يعلم تماما وأنه يحتاج إلى هدف، والهدف ممكن أن يأتي، لم يكن في شوط المباراة الأول، يأتي في شوط المباراة الثاني. شوف الخطأ الفادح في اللقطة الماضية، الخطأ الممنوع. ودائما طبعا لاعب خبرة بخبرة نادر عوض الذي يمثل منتخبنا الوطني، اللاعب الذي تألق مع منتخبنا العسكري، يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية، خطأ تسبب فيه نادر عوض لعدم الخبرة ولقلة الخبرة في التعامل مع كرات كهذه. هنا الكرات بهذه الطريقة لا يمكن أن تعطي مجال لجميل اليحمدي، وهو يعلم تماما إمكانيات ومهارات جميل اليحمدي والسرعة التي يتميز بها جميل اليحمدي. أول بطاقة صفراء نادر عوض، البطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة. خطأ ضربة حرة مباشرة. نذكر وأن الكرات الثابتة عادة ما تكون حل، عادة ما تكون صعبة، مع وجود أيضا طوال القامة داخل منطقة الجزاء. المميزين طبعا بالارتقاء العالي عمر، يونس، فرناندو، وكذلك إرنست، هذه الأسماء، وأيضا بعض المدافعين الذين يمكن أن يتقدموا في مثل هكذا مباريات وفي مثل هكذا كرات. الضربة الحرة المباشرة الآن على تنفيذها جميل اليحمدي، يلعبها للأمام، راسية. يا الله يا الله من عمر، مرة أخرى من عمر، مرت أخطر فرص الشباب في شوط المباراة الأول. كرة أخرى من عمر مرت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. لاحظوا مرة أخرى عمر المالكي ارتقى فوق الجميع محاولا تسجيل هدف البطولة، هدف السبق. ضاعت يا عمر. هل من عودة مرة أخرى؟ هل من كرة أخرى؟ هل من رد من جانب لاعبي نادي ظفار على المحاولات الشبابية؟ مرة أخرى الكرة بتعود، وصلت إلى فرناندو البرازيلي، يسدد كرة. يا سلام يا سلام يا سلام، البرازيلي خطير. لكن رياض أوقف كرة البرازيلي، أوقف التسديدة الأخيرة، أوقف القوة البرازيلية من منتصف الملعب. يريدها البرازيلي فرناندو، وجد المساحة، وجد الثغرة، وجد المجال من أجل التصويب من هذا المكان، لكن الكرة كانت بين أحضان الرياض الذي يريد لقب آخر على مستوى بطولة الدوري، لأنه حققه مع نادي العروبة. يريد بعد ذلك لقب آخر على مستوى بطولات الكاس، لأنه سبق وأن حققه مع العروبة. رياض متعود على هذه الأجواء، رياض متعود على الإنجازات، رياض تعود لأنه تخرج من بيت تعود أن يكون بل ويعشق البطولات. أقصد هنا المارد العرباوي. الكرة تصل إلى فارس الغيث، يلعب كرة للأمام بلا تهديد حتى الآن من جانب نادي ظفار. نقترب من النصف ساعة الأولى، النتيجة ما زالت سلبية. إيجابية لجماهير الزعيم، إيجابية للذين يبحثون عن العرس بعد طول انتظار، لأن نحن نتحدث منذ موسم 2004-2005، ما يعني وأن لاعبي الناشئين أو حتى الشباب بالنسبة لنادي ظفار في هذا الموسم لم يعيشوا تلك الأحداث، لم يعيشوا ذلك التاريخ، لم يعيشوا تلك الأسماء التي حققت آخر لقب لبطولة الدوري بالنسبة لنادي الزعيم. سنذكرهم ببعض الأسماء التي كانت حاضرة في ذلك الموسم الذي حقق من خلاله نادي ظفار اللقب الأخير، اللقب التاسع. هذه كرة للأمام، لكن أيضا الإبعاد يأتي من جانب أحمد البريكي. تعود الكرة مرة أخرى، لمسة أمامية، محاولة تصل عند نادر عوض. الأسماء طبعا التي حققت اللقب، أقول من بين هذه الأسماء وليست جميع الأسماء، لأن ظفار مرت عليها أسماء ونجوم كثر مروا على الزعيم، لكن نتذكر هاني الضابط، نتذكر أحمد خالد، نتذكر سالم الكثيري، فرج الله فارح، حسن سالم الأبرك، سيف سلطان، وهاشم صالح، بعضا من الأسماء التي كانت تمثل نادي ظفار في ذلك الموسم التاريخي، آخر مواسم الزعيم التي تحقق فيها لقب بطولة الدوري. كرة واصلة ناحية
أدمر تصل إلى معتز في الجهة اليسرى، يمرر كرة للأمام لكن طالت من أمام عبد الله فواز، تعود في منتصف الملعب. نادر عوض تصل إليه الكرة الماضية مجددا، تمرير كرة للأمام في الجهة اليمنى، البحث عن المرور من جانب سعيد ربيع، مرور بشكل ممتاز، يلعب كرة في مكان خطير، المحاولة من رائد تصويبة باتجاه المرمى لكنها تذهب إلى ضربة مرمى. المحاولات خجولة هذه يا رائد، خجولة. لماذا؟ لأن محاولات الشباب كانت أكثر فاعلية، أكثر خطورة. كرة رائد إبراهيم في اللقطة الماضية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لمصلحة نادي الشباب. هنا طبعا الرئيسين جنبا إلى جنب، بالإضافة طبعا إلى بعض من أعضاء الاتحاد، بالإضافة أيضا إلى رئيس الاتحاد طبعا الفاضل سالم السعيلي الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم. اليوم تاريخية في صلالة، وآخر ألقاب الزعيم بالمناسبة كانت هنا في صلالة، لكن كانت على مستوى بطولة الكأس الغالية، وكانت في الملعب المجاور على ملعب استاد السعادة. سلامات يا رائد، سلامات يا رائد. لا نتمنى أكيد إصابة أي لاعب من جانب الفريقين، لأن رائد لاعب مهم جدا في التشكيلة، لكن في حال لو أن رائد لم يتمكن من إكمال هذه المباراة واستكمال دقائقها المتبقية وما أكثرها، لأن لدينا ربع ساعة من شوط المباراة الأول و45 دقيقة من شوط المباراة الثاني، هم في أمس الحاجة إلى رائد أحد الأسماء المؤثرة من خلال هذا الموسم. لقطة جميلة، لقطة مثيرة، لقطة رائعة على جماهير الزعيم، طبعا على طريقة الجماهير الأرجنتينية، على طريقة التشجيع اللاتيني، تشجيع راقي كبير جدا هنا أمام حدث كبير في مدرجات تتزين بجماهير الشباب وجماهير الزعيم في ليلة كبيرة، أمام حدث كبير، أمام ليلة تاريخية. اليوم يوم الإنجاز، اليوم يوم التاريخ، اليوم يوم اللقب، اليوم ليلة يتمنون أن تكون ليلة كألف ليلة بالنسبة لجماهير نادي ظفار، وكذلك الحال بالنسبة لجماهير الشباب التي تنتظر الفرج، ما زالت تنتظر الهدف، ما زالت تنتظر هدف البطولة، هدف التتويج. عندما لعبوا مباراة فاصلة مع نادي فنجة انتهى الشوط أو انتهى الوقت الأصلي هدف لهدف، لكن بعد ذلك في مباراة دراماتيكية وصلت إلى 3-3 في الأشواط الإضافية، خسروها بركلات الحظ الترجيحية. اليوم يريدون هدف وحيد كاف من أجل أن يحققوا اللقب، كاف من أجل أن يصلوا إلى اللقب الأول، كاف من أجل أن يدخل الشباب في خانة المتوجين بلقب دورينا منذ سنوات. الدوري الذي كانت بدايته في موسم 76-77، فنجة يحصد أول الألقاب ولم تتأخر أندية صلالة، لأن النصر في موسم 79-80 حقق اللقب الأول له. هنا ضربة حرة، هنا إرنست ماذا يريد هذا الإبواري؟ كرة منقولة للأمام، محاولة تسديدة لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. ظفار أول ألقابه، أول إنجازاته على مستوى بطولة الدوري من بين ال9 ألقاب التي حصدها والتي حققها كان في موسم 82-83. رايات حمراء وبيضاء ترتفع هنا في مدرجات مجمع صلالة الرياضي. كنت أتحدث وأن الإنجاز الأخير الذي كان بالنسبة للزعيم على مستوى نهائي كأس جلال سلطان المعظم في عام 2011 يوم أن توج نادي ظفار باللقب على حساب الاتحاد هنالك على أرضية مجمع السعادة الرياضي بهدف اللاعب الموجود على قائمة البدلاء علي سالم، وهو اللاعب الوحيد على فكرة من بين الأسماء التي توجت بآخر لقب، بآخر إنجاز موجود في تشكيلة نادي ظفار. هذه كرة منقولة للأمام، محاولة لكن تتخلص، وصلت إلى رائد يعود، رائد يريد الريادة، رائد يريد أن يرتاد الشباك، رائد طالت كرته، ضاعت من أمامه، عدت الكرة الماضية، وصلت إلى عبد المجيد اليحمدي، إلى عمر أو هذا يونس المشيفري، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 8 أهداف بالنسبة ليونس المشيفري. مرة أخرى لقطة جميلة، مرة أخرى تشجيع راقي، مرة أخرى الزعماء هنا يحضرون بقوة
الزعيم يحضر باللهب، الزعيم يريد اللقب، الزعيم بجماهيره على أرضية صلالة، هنا في مجمع صلالة، هنا في عوقد، يريدون لقب، يريدون العاشرة، يريدون الوصول إلى لقب تاريخي في هذه الليلة التاريخية. هل يتحقق ذلك؟ هذا السؤال المطروح. حتى الآن العاشرة للزعيم، حتى الآن العاشرة لظفار، إلا إذا كان هنالك حدث، إلا إذا كان هنالك خبر، إلا إذا كان هنالك أمر شبابي قد يأتي من خلال ما تبقى من عمر هذه المباراة. كرة منقولة أمامية، محاولة لمصلحة نادي ظفار، الكرة إلى خارج أرض الملعب، سلامات إن شاء الله. أحمد البريكي يسقط في أرض الملعب، مطالب بخطأ، يريد خطأ من خلال اللقطة الماضية. هنا لقطة، هنا صورة على دكة بدلاء نادي ظفار، فيهم هاني نجم الدين، فيهم علي سالم، فيهم قاسم سعيد، فيهم لاوسن بيكاي، فيهم عبد السلام عامر، فيهم سعيد الرزيقي، فيهم هشام الشعيبي. كتيبة من الأسماء من النجوم موجودة مع نادي ظفار من خلال هذا الموسم. إن لم يتحقق لقب بطولة الدوري، فمتى سيتحقق بالنسبة لظفار؟ أي فرصة ستأتي؟ لأن العودة ستكون كبيرة من الفرق الكبيرة، لأن فنجة سيعود، النصر سيعود، العروبة سيعود، السويق سيعود، النهضة سيعود، وبقية الفرق هذه ستعود مرة أخرى. من أجل المنافسة على هذا الأساس عليكم أن تغتنموا الفرصة. هنا طبعا التوجيهات موجهة صوب الزعيم وصوب الصقور من خلال موقعة هذا المساء، من خلال هذا الموسم، لأن التحدي لن يكون في كل موسم. يا الله يا الله يا الله على لقطة جميلة وتسديدة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. لكن ما فعل رائد في اللقطة السابقة هو الفن، هو الإبداع، هو الجمال الحقيقي لمباريات من هذا النوع. لاحظوا مرة أخرى كرة خذوهات، علي البوسعيدي مرر كرة، بينهم تفاهم، بينهم انسجام من خلال هذا الموسم، معهم تألق كبير، لأنهم يلعبوا للفريق الكبير، لأنهم يريدون تحقيق إنجاز كبير. لاحظ اللقطة الماضية، المرور بعد ذلك، العرضية عدت، وتامر مجدة تسديدة عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. كلما كان رايد في يومه وعلي البوسعيدي في يومه، أنا في تصوري أن ظفار سيحضر من خلال الدقائق القادمة. كرة منقولة في الجهة اليمنى، واصلة إلى عبد الله فواز، من جديد إلى تامر مجدة، يرجع كرة للخلف، تعود مرة أخرى إلى أحمد سليم، واصلة إلى نادر عوض. ما زالت 0-0، ما زال ظفار هو المتوج، ما زال ظفار هو صاحب اللقب. كرة إلى معتز من الجهة اليسرى، تصل إلى رايد إبراهيم، يبحث عن لعب كرة أمامية، لكن الكرة تعود مرة أخرى رايد، وهذا فيدران أو هذا فيدران، لا أعلم فيدران، لا مش فيدران، لكن شوف التألق، شوف رايد، شوف المبدع، شوف الفنان، شوف الكرة الجميلة، الإبداع الجميل، الفن الكبير. هذا رايد الآن عرف كيف وأن شباك نادي الشباب بدأت تتحسس لمسة رايد في اللقطة الماضية. عدى منهم، خدعهم مرة أخرى بمهارته المعتادة. رايد إبراهيم عندما يحضر ستحضر المتعة، ستحضر الخطورة. كرة كانت من جانب اللاعب أدمر إلى رايد إبراهيم، لكن المهارة كبيرة من أجل إمتاع الجمهور الكبير. خط ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة ظفار. خليل نصيب ينتظر، لكن مجموعة أكيد من اللاعبين أيضا ينتظرون، بما فيهم أحمد سليم، بما فيهم نادر عوض، الاسمين طبعا صاحبي اللمسات الراقية. أتحدث طبعا عن اللمسات بالرأس. الضربة الحرة المباشرة، أدمر لأي رأس ستكون؟ إلى أين المسار؟ أدمر. الضربة الحرة المباشرة الآن لمصلحة ظفار، كرة ملعوبة لكن تتخلص إلى ضربة ركنية. كرة اللاعب الكرواتي فيليكس أدمر إلى ضربة حرة مباشرة. لاحظوا مرة أخرى مرور رايد إبراهيم، الخطأ الموجود، البطاقة الصفراء الحاضرة أيضا، وبالتالي الكرة تصل الآن إلى ضربة ركنية. آخر 6 دقائق مشاهدينا متابعينا في كل مكان.
على نهاية شوط المباراة الأول، الشوط الذي يتجه نحو التعادل السلبي بلا أهداف. لكن نحن أمام حدث كبير، أمام مباراة كبيرة، أمام ضربة ركنية الآن محتسبة لمصلحة ظفار. إن سجل ظفار فإن الأمور ستصعب. يا أدمر، الضربة الركنية، كرة ملعوبة إلى داخل منطقة الجزاء، تتخلص، تعود مرة أخرى، تصل إلى الكرواتي. أدمر يلعبها عرضية في مكان خطير، تتخلص من جانب فارس، واليعقوبي يتدخل يشير إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية. عمر اليعقوبي أشار إلى وجود خطأ لمصلحة نادي الشباب، خطأ على أحمد سليم، خطأ لمصلحة على أحمد سليم لمصلحة فارس في اللقطة الماضية. فارس تألق في هذا الموسم بشكل كبير جدا، كان من أهم العناصر التي ساعدت نادي الشباب في هذا الموسم الوصول إلى هذا المستوى الكبير، المستوى الذي يستحق الإشادة بصراحة، لأنه فريق لم نعتاد أن يكون بهذه الوضعية بهذه الطريقة في الكثير من المواسم. سنتحدث حتى من خلال الموسم الماضي اللي كان فيه نادي الشباب قريب جدا من أن يلعب مباراة ملحق. سنتحدث عن ذلك الموسم الذي لم يكن موسما مثاليا بالنسبة لنادي الشباب. من خلال الموسم الماضي ظفار كان أفضل حالا في الموسم الماضي، لأنه حقق المركز الرابع، لكن نادي الشباب كان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، بينه وبين الملحق نقطتين فقط، لأن من لعب الملحق في الموسم الماضي كان المصنع برصيد 29 نقطة. 31 نقطة كانت لمصلحة نادي الشباب. المصنع هبط، بقي الشباب لكي يمتع الشباب، لكي يظهر لنا فريقا آخر يقارع الكبار، بل إن الشباب أصبح واحدا من أفضل الأندية من خلال هذا الموسم أداء فنيا وحضورا جماهيريا كذلك. أعطى دورينا الكثير بصراحة من الإضافة، مع تراجع فنجة، مع تراجع الفرق الكبيرة، مع تراجع السويق، مع تراجع النهضة، وحتى مع المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه العروبة خاصة في مباريات القسم الثاني. بقي الشباب صامدا حتى الجولة الأخيرة، بقي الشباب مصارعا من أجل لقب طال انتظاره، من أجل لقب جديد، من أجل لقب تاريخي. هل يتحقق ذلك؟ علينا أن ننتظر. كرة من الجهة اليمنى إلى رمية تماس، الأداء الكبير الذي يقدمه علي البوسعيدي، اكتشاف مميز جدا من خلال هذا الموسم. مراد مولاي يعلم وأنه المدرب الرابع من خلال هذا الموسم الذي يشرف على تدريب نادي ظفار، لكن البداية الموفقة مع الزعيم طبعا أكيد كانت مع المدرب حمزة الجمل، المدرب المصري. هذه كرة للأمام تتخلص إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية. أصبحت الآن أفضلية لظفار من خلال الدقائق الماضية. الكرة ذهبت إلى ضربة ركنية خطيرة، الكرات الثابتة تحسم بطولات، تحقق إنجازات، تجيب الدرع. ممكن هذه الكرة الثابتة أو كرة أخرى قادمة. هذه كرة أخرى في الجهة اليمنى، ضربة ركنية، أدمر على تنفيذها. أدمر يريد تدمير الشباك، أدمر يريد لقب، أدمر يريد هدف، أدمر يريد إنجاز. كرة منقولة للأمام، محاولة، فرصة، لكن الكرة بتتخلص. تعود من جديد مرة أخرى. عبد الله فواز يلعب كرة للأمام باتجاه رايد، استقبال من جانب رايد بشكل ممتاز، تصل إلى أدمر. أدمر يحاول يلعب كرة عرضية في مكان خطير، لكن يستقبلها فارس. الشوط الأول في الطريق لأن ينتهي سلبيا بلا أهداف، ونحن لا نعرف هوية البطل حتى الآن، هوية بطل دورينا من خلال هذا الموسم. لا ظفار يؤكد وأنه فاز بلقب بطولة الدوري، ولا الشباب يؤكد وأنه سيستطيع أو أنه قادر على أن يفوز بلقب بطولة الدوري. 0-0 نذكر وأنها لمصلحة ظفار، لكن لدينا وقت كافي من أجل أن تتغير الكثير من الموازين، من أجل أن نشاهد هدف إما هنا أو هناك. الكرة تعود الآن لمصلحة ظفار. تراجع الشباب، كانت بداية ورغبة من أجل تسجيل هدف مبكر، لم يحدث ذلك.
تامر مجدة، لمسة للأمام من جانب علي البوسعيدي، لم يظهر بشكل كبير جميل اليحمدي ولا حتى عمرو جنيات. مفاتيح اللعب غابوا من خلال مباراة اليوم. يونس المشيفري، يا سلام، مرور في اللقطة الماضية، يتحصل على خطأ، الخطأ ضد تامر، ضد السوري. الضربة الحرة المباشرة الآن المحتسبة لمصلحة الشباب بعد مهارة يونس المشيفري. قالوا بأنه كبير في السن وأنه لا يستطيع على تقديم عطاءات كبيرة، لكنه يظهر الآن إمكانيات وكأنه لاعب في عمر العشرينيات. هذه ضربة حرة مباشرة الآن بواسطة السوري عمرو جنيات. آخر كرة في الوقت المحتسب بدل الضائع، آخر كرة في شوط المباراة الأول، كرة للأمام، محاولة، يا الله، جول! آخر كرة تعطي الشباب أجمل صورة في شوط المباراة الأول. يتقدم الشباب بواسطة البرازيلي فرناندو. خطفوا اللقب أم أنهم خطفوا الأسبقية؟ الآن الشباب هو من يتقدم الآن. هدف أول في آخر لحظات أنفاس شوط المباراة الأول. جماهير الشباب الآن، صقور الشباب تحلق في سماء صلالة، تحلق هنا في مجمع صلالة، تحلق هنا في عوقد. رياض لم يكن قادر على منع كرة فرناندو، لا يمنعها أحد. كرة البرازيلي، كرة الشباب، كرة المتألق، كرة صاحب الإنجاز، كرة من يبحث عن التاريخ، من يبحث عن اللقب الأول. جماهير الشباب تسعد الآن، تفرح الآن في مشهد كبير هنا في أرضية مجمع صلالة الرياضي. هدف أول يسجل، سنشاهد إعادة لاحقا، سنتعرف على اللقطة الجميلة التي من خلالها سجل هدفا جميلا، هدفا مثيرا، هدفا مهما. الصافرة تأتي، شوط المباراة الأول ينتهي، لم نشاهد إعادة الهدف لكننا شاهدناه في المباشر، شاهدنا أن الشباب سجل. لاحظوا مرة أخرى كرة عمرو جنيات وصلت إلى مين؟ وصلت إلى حبيب الشباب في اللقطة الماضية. من سجل للشباب؟ من سجل للشباب؟ سجل أحمد البريكي، أحمد البريكي، أحمد البريكي هو من سجل. يا الله يا الله، هذه كرة مدافع على طريقة المدافع، دفعت الكرة في الشباك وسجل من خلالها هدف المباراة الأول، قد يكون هدف الإنجاز. انتهى المشهد الأول من الفصل الأول لهذه الموقعة الكبيرة. الشباب هدف، ظفار لا شيء. الكثير من الوصف والتحليل ترقبوه بعد قليل برفقة زميل في نفس التوقيت. اليعقوبي عمر يأمر الآن بانطلاق شوط المباراة الثاني. تحياتي سالم السالمي. 45 دقيقة متبقية من عمر إثارة دورينا، من عمر هذا الموسم، من عمر هذا التاريخ الكبير الذي ممكن أن يتحقق للشباب أو حتى ظفار من خلال هذا اللقاء الآن. وبعد 45 دقيقة سنتعرف من سيقطف ثمار هذا الموسم، من هو البطل، من هو الوصيف، من هو صاحب المركز الثالث. بعدما تعرفنا في الجولة الماضية على أن الرستاق وجعلان هبطا إلى دوري الدرجة الأولى، وأن هنالك منافسة كبيرة أيضا من أجل عدم لعب مباراة ملحق. الكرة الآن لمصلحة الشباب في الجهة اليمنى، المحاولة بواسطة جميل اليحمدي الذي يبحث عن تنفيذ كرة عرضية، لكن الكرة أيضا فيها تغطية دفاعية وبعد ذلك تبعد للأمام. مرة أخرى تعود الكرة من جديد، صافرة تأتي من جانب حكم المباراة تشير إلى وجود خطأ. هنالك بعضا من الحلول، بعضا من الأسماء التي ممكن مشاهدتها في شوط المباراة الثاني، خاصة من جانب ظفار المتأخر حتى الآن، لأن لدينا قاسم سعيد، لدينا أيضا لاوسن بيكاي وكذلك سعيد الرزيقي. هذه الأسماء الهجومية التي قد يعتمد عليها مراد مولاي المدرب المغربي الذي يواجه اليوم سالم سلطان في موقعة أكون أو لا أكون.
سيكون إما لقب عاشر أو لقب أول. الكرة لظفار، أدمر يحاول والكرة بتتخلص من جانب المدافع خالد بريكي صاحب الهدف، هدف البطولة حتى الآن، هدف التتويج حتى الآن، هدف اللقب. لكن أمامنا أدمر يلعب كرة للأمام على البوسعيدي بالقدم اليسرى، متسلل يا علي، متسلل في اللقطة الماضية، خطأ ضربة حرة غير مباشرة. جماهير ظفار التي كانت سعيدة لأن النتيجة كانت فيها سعادة. لاحظوا مرة أخرى من هذه الزاوية علي البوسعيدي المتسلل بقرار طبعا من جانب مساعد الحكم ناصر أبو سعيد، لأن المساعد الأول راشد الغيثي والحكم الرابع هو قاسم الحاتمي. جماهير الشباب بسعادة كبيرة حتى الآن في مدرجات مجمع صلالة الرياضي في مشهد جميل ومثير هنا في ختام بطولة الدوري موسم 2016-2017 من دوري عمان تل المحترفين في هذا اليوم التاريخي الكبير. الكل في انتظار ما تبقى من هذه الموقعة الكبيرة. كرة بترجع للخلف، لا تغيير على تشكيلة الفريقين، نفس الوجوه نفس الأسماء التي دخلت في شوط المباراة الأول تدخل في شوط المباراة الثاني. عبد المجيد اليحمدي الآن على تنفيذ رمية تماس لمصلحة نادي الشباب. كرة ملعوبة أماميات صافرة تأتي من جانب حكم المباراة عمر اليعقوبي. هذا هو سالم سلطان، سيكون حديث هذا الموسم في حال وأنه استطاع إكمال مسيرة وليد السعدي الذي انتقل إلى تدريب المنتخب الوطني كمساعدا لبن فيربك. يستلم الشباب وهو متصدر. هل ينهي موسم الشباب بلقب أول، اللقب التاريخي، الإنجاز المنتظر؟ محاولة في منتصف الملعب، أدمر، عبد الله فواز إلى قاسم، أفضل اللاعبين في شوط المباراة الأول من جانب الفريقين. قاسم إلى علي البوسعيدي يلعب كرة للأمام باتجاه خليل، لكن الكرة سهلة عند فارس الغيثي. الكرة الأخيرة كانت سهلة عند فارس صاحب الفرصة الوحيدة، هو المتقدم، وعادة ودائما ولربما في الكثير من الأحوال من يلعب بفرصة واحدة تكون له الأفضلية لأنه يلعب مباراة أكون أو لا أكون. الموسم الماضي فنجا لعب بفرصتين وفي الأخير فاز، لكن الآن عمر يا الله ضاعت، إيه والله ضاعت، مرت عدت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. يونس المشيفري بخبرة الكبار توغل في اللقطة الماضية، لعبها على طبق من ذهب، قال له روح وجيب لنا الذهب من خلال اللقطة الماضية. لاحظ كرة عمرو جنيات، لا وجود للراية، يونس المشيفري لعب كرة إلى عمر المالكي، وين وداها إلى الخارج، بعيدا عن الخشبات، بعيدا عن معانقة الشباك. الهدف الثاني قد يعني الأمل، قد يعني الإنجاز، قد يعني التاريخ، قد يعني اللقب. الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب، جزئيات بسيطة تحسم بطولة، فرص قليلة بإمكانها أن تكون كافية في مباريات من هذا النوع. فرصة ضاعت في اللقطة الماضية. هنا شوقي السعدي وخطأ محتسب لمصلحة نادي ظفار. هل يسجل الشباب في خانة المتوجين؟ هل يأتي ضيف جديد إلى المتوجين؟ كرة للأمام، يا الله رأسية من نادر، ثم إلى أدمر، ثم إلى خارج أرضية الملعب كردة فعل من أجل العودة. أدمر أراد لها الشباك، لكن راس أدمر حولتها أيضا إلى الخارج. شوف الكرة الماضية، لا وجود للراية إطلاقا. أدمر كان بإمكانه أن يضع الكرة في الشباك كهدف تعادل، يعني أيضا بطولة للزعيم. الضيف الجديد على بطولات دورينا هل يكون هو الشباب
لأن لدينا ظفار 9 بطولات، فنجة 9، النصر 5، العروبة 4، مسقط 3، النهضة 3، السويق 3، صور 2، أهلي سداب 1، عمان 1. هل من ضيف جديد مرة أخرى؟ الكرة الأخيرة علي البوسعيدي لعب كرة عرضية، نادر عوض براسه على راس أدمر رأسية إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت إلى ضربة مرمى. ربما الخطورة ستعود وستأتي، لأن ظفار يعلم وأنها نتيجة لا تعني العاشرة، لا تعني اللقب، لا تعني اللقب المنتظر والمرتقب من خلال سنوات ومواسم طويلة جدا. سنتذكر الكثير من الجزئيات التي تحدث في مباراة في هذا اللقاء بالتحديد. سنتذكر فرصة عمر، سنتذكر فرصة أدمر في شوط المباراة الثاني، كيف وأنها ربما هذه الفرص قد تقلب موازين البطولة، قد تغير أحداث، قد تغير مجريات، قد تتحول هنا أو هناك بفضل فرصة واحدة كان بإمكانها أن تغير الكثير من المفاهيم على مستوى لقب وبطل دورينا من خلال هذا الموسم. نصل مشاهدينا مستمعين الآن إلى الدقيقة 53 من عمر هذا اللقاء. الآن كرة محتسبة لمصلحة نادي الشباب. أمامنا عمرو جنيات على تنفيذ الكرة القادمة. عمرو جنيات خطأ ضربة حرة مباشرة. الآن الكرات الثابتة يأتي من خلالها الهدف الأول، هل يأتي من خلال الهدف الثاني؟ شوط ثاني شهد فرصة خطيرة للشباب، شهد فرصة خطيرة أخرى كانت لمصلحة نادي ظفار. عمرو جنيات خطير، الشباب خطير، رأسمان الآن الكرة الخطيرة، السوري يلعب كرة للأمام، محاولة لكن تتخلص من جانب رايد. قوية كانت الكرة الماضية من جانب عمرو جنيات، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب الآن من جانب رايد إبراهيم. رمية تماس، الفرحة تحولت، الأهازيج تبدلت. هذه محاولة على حدود منطقة الجزاء، محاولة فرصة، لكن صافرة تأتي على عمر، صافرة وخطأ. حكم المباراة يطالب بالهدوء. حتى هذا التوقيت هو وقت أيضا مثالي ومهم لجماهير نادي ظفار من أجل بث الحماس والروح لفريقها. أهمية الجمهور في هذا الموقف بالذات، في هذا التوقيت بالذات. الجماهير يجب أن تلعب دورها في حسم البطولات، وياما كانت الجماهير سببا مباشرا في إحداث نقلة كبيرة للاعبين. لاحظوا جماهير الشباب كيف وأنها سعيدة بالنتيجة المسجلة. في الجهة المقابلة جماهير نادي ظفار تصمت، وهو واللاعبون يحتاجون لهم في هذا التوقيت بالذات. كرة تعود، تتحول إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، تماس دكة بدلاء نادي ظفار. مراد مولاي أكيد وأنه سيفكر في الحلول الهجومية. عبد الحافظ ثويني إلى عمرو جنيات، مر الخطير، مر عمرو جنيات، مر السوري، خطير السوري، لعب كرة عرضية لكن تتخلص من جانب أحمد سليم. تعود الكرة مرة أخرى، محاولة عند رايد إبراهيم، وصلت إلى عبد الله فواز، تقدم للأمام من جانب رايد، نقلة باتجاه أدمر. هذه هجمة مرتدة تبحث عن سرعة، تبحث عن لعب كرة أمامية، بالخطأ تعود في منتصف الملعب، صافرة تأتي على عبد الحافظ ثويني. خطأ لمصلحة ظفار، خطأ لمصلحة ظفار. كرة ملعوبة سريعة، رايد إبراهيم يلعب كرة إلى أدمر، من يتابع الكرة القادمة؟ أدمر يلعب كرة عرضية خطيرة أيضا، خطيرة الكرة الماضية. عادت الآن، وصلت إلى جميل اليحمدي، مر اليحمدي يتحصل على خطأ، والسوري ممكن يحصل على بطاقة، السوري ممكن يحصل على بطاقة صفراء. تدخل في اللقطة الماضية، لا داعي للاحتجاج لأن التوتر في مثل هذه المواقف يعطي الكثير طبعا من الضغوطات.
على اللاعبين طوال المباراة. لاحظوا مرة أخرى الخطأ موجود لأن الاعتراض حاضر، سواء كانت اللمسة موجودة أم لا، هو في كل الأحوال اعترض الطريق، وبالتالي ليس في كل الأحوال يجب أن تلمس اللاعب لكي تعترض مساره. هذه كرة منقولة الأمام، وصلت باتجاه يونس المشيفري يبحث عن المرور. يونس رجع كرة خطيرة جميل اليحمدي، خطير يبحث عن المرور داخل منطقة الجزاء، يحول كرة للأمام، تسديدة قوية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. خطيرة الكرة لمصلحة الشباب الذي سيعتمد الآن على المرتدات. حول الضغط صوب البيت الأحمر، حول الضغط صوب البيت الضفراوي، حول الضغط صوب صاحب الأرض. سلامات ليونس، قد لا يكمل مباراة اليوم يونس، وممكن البديل القادم يعني الأقرب في وجهة نظري الشخصية إذا مهاجم مكان مهاجم هو أحمد الخروصي، وإذا أراد أن يكثف منطقة الوسط ممكن محمد السيابي أو حتى زكي عبيد، عنده بعض العناصر الجيدة التي ممكن أن يستعين من خلالها في شوط المباراة الثاني. هنا جماهير نادي ظفار، لعل العودة تأتي من خلال الدقائق القادمة، لعل هدف التعادل يأتي من خلال ما تبقى من عمر هذه المواجهة. لدينا أكثر من نصف ساعة متبقية مشاهدينا الكرام، نلعب عند الدقيقة 58. ما زالت النتيجة بتقدم الشباب، ما زالت النتيجة تعني فوز الشباب، ما زالت النتيجة تعني لقب أول للشباب، ما زالت الأمور تنصب لمصلحة الفريق الضيف ليس للفريق المضيف نادي ظفار. كرة عند دائرة المنتصف، تامر يلعب كرة للأمام، واصل إلى عبد الله فواز، إلى رايد إبراهيم في الجهة اليسرى. هذه محاولة قائمة، معتز يرجع كرة، يلعب كرة للأمام، محاولة على الجهة اليسرى، يا سلام، ضاعت لكن جميلة. اللعبة الماضية كانت رائعة من جانب رايد إبراهيم، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب في الشباك الخارجية، لم تعانق الشباك، قد تعانقها في قادم اللحظات، لكن لاحظوا مرة أخرى خليل كان يطلبها، لكن رايد يواجه المرمى في هذا المكان، يريد أن يسجل في هذا المكان، أي لاعب يريد أن يسدد ويسجل، لأن هذا موقع تسجيل وموقع تسديد. الكرة ذهبت إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى تعود مرة أخرى في منتصف ملعب المباراة. سعيد ربيع يلعب كرة أمامية، لكن أيضا التغطية حاضرة من جانب أرنست. أحمد سليم وصلت إلى آدمير، يحول كرة الأمام، هذه فرصة خطيرة، لكن البريكي خالد صاحب الهدف الوحيد حتى الآن يبعد الكرة الماضية. تعود مرة أخرى، هذه كرة مرتدة، فرناندو عمرو جنيات، يونس المشيفري يريد أن يكون خير معوض للاعب البرازيلي لوكاس الذي يفتقد الشباب في مباراة اليوم. الكرة إلى خارج أرضية الملعب الآن. الهزائم الخمس التي تلقاها ظفار حتى الآن من خلال بطولة الدوري كانت في الجولة 11 الأولى أمام النهضة بهدف مقابل هدفين، في الجولة رقم 13 من الشباب ب0-3 من السويق، في الجولة 16 بهدف مقابل هدفين من فنجة، في الجولة رقم 17 بهدف مقابل 3 من العروبة، في الجولة رقم 23 0-1 خسر نادي ظفار. هذه الهزائم الخمس التي تلقاها ظفار حتى الآن، هل من هزيمة سادسة تعني ضياع لقب طال انتظاره وطول الغيبة. الكرة وصلت إلى أدمير، هذه سهلة يا أدمير، ليست هذه الكرات التي تصل من خلالها إلى شباك فارس، يجب أن تحاول بقوة أكبر، يجب أن تسدد بدقة أكبر. الكرة إلى فارس في اللقطة الماضية. الكل ينتظر، ممثلو الشباب ينتظرون، ممثلي الزعيم ينتظرون، إداريون وكذلك جماهير ورسميون يحضرون في المنصة الرئيسية في مجمع صلالة الرياضي، يترقبون الإنجاز، يترقبون من هو البطل، يترقبون من هو صاحب الليلة التاريخية، من هو عريس أرض الأصالة صلالة. الكرة تعود الآن، محاولة عند علي البوسعيدي، كرة خذوهات، محاولة خطيرة، عبد الله فواز يبحث عن التقدم، يلعب كرة للأمام، محاولة على حدود منطقة الجزاء لكن تبعد الكرة الأخيرة، أبعدت الكرة الأخيرة. تعود مرة أخرى إلى
تسديدة أخيرة، محاولة فيها خطورة، تتهيأ إلى رايد 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 علي 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 علي، جول جول جول. أوه أوه راية تسلل، راية وتسلل، راية وتسلل. لكن علي البوسعيدي جاتك يا علي، جاتك بالرايد، جاتك، قال له حطها في المرمى، حطها في الشباك، جيب هدف التعادل. في اللقطة الماضية فارس قال له لا، نحن الفرسان في مساء هذا، في هذا المساء، في هذه الليلة الكبيرة. ضاعت فرصة خطيرة على الزعيم، ضاعت فرصة خطيرة من أمام علي البوسعيدي. فارس أوقفها لكي يوقف الطموحات، لكي يبقي الشباب بطلا الآن لدوري عمان تل. ننتظر التبديل. فيدران، من هو اللاعب الذي يترك أرضية الملعب؟ ممكن سعيد الرزيقي طبعا هو اللاعب القادم. هل سيتخلى عن أحد لاعيبة الارتكاز؟ كرة في الجهة اليسرى، محاولة لمصلحة الشباب الآن. إلى رمي التماس معتز صالح، رايد إبراهيم، ضربة ركنية محتسبة الآن، ركنية لمصلحة ظفار. علي سالم ورزيقي تبديلين قادمين. الركنية من يقابلها، من يواجهها؟ كرة للأمام، محاولة، فرصة، لكن السوري أبعدها بامتياز. عمرو الجنيات حولها إلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية أخرى من الجهة المقابلة، ضربة ركنية أخرى لمصلحة ظفار. وصلنا إلى الدقيقة 64. ما زال الشباب هو المتقدم، ما زال الشباب هو البطل، ما زال الشباب هو المتوج. علي البوسعيدي يلعب الكرة للأمام، هنا أدمر يحاول يلعب كرة للأمام، لكن أيضا من جانب السوري مرة أخرى يستبسل السوري، يحولها إلى خارج أرضية الملعب. ضربة ركنية أخرى لمصلحة نادي ظفار، بحثا عن التعادل، بحثا عن عودة البطولة. التعادل كافي. علي البوسعيدي على تنفيذ الركنية مرة أخرى. الركنية الثالثة هل ستكون ثابتة؟ الكل ينتظر، الكل يترقب. سعيد ربيع يترك أرضية الملعب. هذه كرة للأمام، محاولة لكن تتخلص إلى مرتدة سريعة الآن. جميل اليحمدي الوحيد من بين أربعة، الوحيد من بين أربعة غير قادر على فعل شيء، لكنه فعل شيء وتحصل على خطأ، بل إنه أجبر أدمر على أن يتحصل على بطاقة صفراء لوحده. جميل اليحمدي كان شجاعا في اللقطة الماضية، وأدمر يعيق تقدمه، أعاقه لأنه يعلم أن هدف ثاني يعني نهاية مشوار، يعني وأن بطولة قد تخطف لمصلحة الشباب من خلال هذه الليلة. الآن حوار بين سعيد رزيقي بين خليل نصيب، لأن طريقة اللعب قد تتبدل. الآن راح يلعب تقريبا ب4-4-2، ما يعني وأن سيكون لديه مهاجمين صريحين في خط المقدمة. سعيد ربيع ترك أرضية الملعب. من هو اللاعب الآخر الذي ترك أرضية الملعب؟ ممكن أحد لاعبي طبعا الوسط، الحديث عن عبد الله فواز أو حتى اللاعب الآخر تامر مجدة. إذا يبدو لي أن عبد الله فواز من ترك أرضية الملعب. وعلى هذا الأساس الآن تبديلين قادمين في تشكيلة نادي ظفار. الآن خطأ في منتصف الملعب، أمامنا في الصورة إرنست، لكن من يترك أرضية الملعب الآن للإصابة هو جميل اليحمدي. جميل اليحمدي الذي تحصل على خطأ، يترك الآن أرضية الملعب لتلقي العلاج. إرنست على تنفيذ خطأ،
لمصلحة نادي الشباب في منتصف الملعب. الصقور وعمر المالكي يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى. ليس بعد هذا آخر من سجل للزعيم هدف وحقق معهم لقب الكأس الغالية على حساب الاتحاد. هل ينجح علي سالم اليوم ويسجل هدف أو يصنع هدف أو يساهم في تسجيل هدف، يعني تحقيق لقب بطولة الدوري 10 في تاريخ نادي ظفار. كرة إلى رائد إبراهيم تتخلص من أمامه، تصل إلى عمرو جنيات السوري يبحث عن المرور، لكن رائد عاد للتغطية، يعيد كرة خلفية ناحية رياض سبيت. رياض إلى أحمد سليم. نقلات الآن لمصلحة نادي ظفار. الوقت يمضي سريعا دون أن يسجل نادي ظفار. الوقت يمضي بطيئا دون أن تنتهي هذه المباراة لمصلحة الشباب وتحقيق لقب تاريخي. وصلت إلى يونس المشيفري، عودة بالكرة للخلف إلى اليحمدي يلعب كرة عرضية، لكن الرياض يخرج لها. الرياض بقبضة ايده حولها مباشرة إلى رائد إبراهيم. مر رائد من الأول، مر من الثاني، لم يمر من الثالث. الكرة لم تمر، لكن خطأ محتسب لمصلحة رائد إبراهيم. الكرة ملعوبة سريعة في الجهة اليسرى. معتز صالح يلعب كرة للأمام، لمسة لكن ما كان فيها تفاهم بين سعيد الرزيقي وخليل نصيف في اللقطة الماضية. الكرة وصلت إلى ضربة مرمى. نذكر وأن الهدف الوحيد المسجل حتى الآن لمصلحة الشباب بواسطة اللاعب خالد البريكي. تلك القدم الجميلة جدا التي وضعت هدفا جميلا في غاية الأهمية. قد يكون هدف تاريخي بالنسبة لخالد الذي ذكرته في شوط المباراة الأول بأكثر من مرة في أكثر من مناسبة باسم أحمد. اسم خالد من سجل. قد يكون هدفا خالدا يا خالد في تاريخ الشباب. قد لا تكون بطولة تتجدد مرة أخرى، لأن هنالك منافسون كثر على لقب بطولة الدوري، لأن تعودنا على أن يكون التنافس دائما بين الكبار وأن يأتي فريق ويحقق اللقب لأول مرة. هذا حدث تاريخي قد لا يتكرر مرة أخرى. على هذا الأساس نحن نقول وأن هدف خالد قد يكون خالدا في تاريخ نادي الشباب في حال أنه توج بلقب بطولة الدوري. يونس عليه خطأ، والخطأ لمصلحة أحمد سليم في اللقطة الماضية. هذه الكرة وهذه أجمل صورة في المباراة. هذه الكرة وهذه أجمل صورة في المباراة. خالد البريكي وضع هدف الشباب الأول، وضع هدف اللقب حتى الآن لمصلحة صقور الشباب. كرة في المنتصف. الآن المحاولة قائمة، خطة لمصلحة علي البوسعيدي. التوتر الحاصل هل له ما يبرره بالنسبة للاعبي نادي ظفار؟ الضغوطات تحولت بشكل كبير. 20 دقيقة متبقية من هذه المباراة وما زال اللقب شبابي. الآن كنا في شوط المباراة الأول 0-0 ونقول ما زال اللقب ظفراوي، ما زال اللقب للزعيم. 10 كانت تقترب، لكنها الآن قد تكون في قبضة الشباب. خطأ في اللقطة الماضية، خطأ على فرناندو. ضربة حرة مباشرة في منتصف الملعب. علي البوسعيدي على تنفيذها. لو فاز الشباب إلى 50 نقطة يتساوى مع ظفار. فارق المواجهات تنصب لمصلحة الشباب. كرة منقولة للأمام رأسية لكن تتخلص، تعود من جديد. المحاولة قائمة، عودة بالكرة للخلف مرة أخرى. هنا علي سالم، علي يلعب كرة في الجهة اليمنى إلى أحمد سليم، لم الكرة بشكل ممتاز، يلعب كرة عرضية، من يتابع خطيرة خليل لكن الدفاع الأزرق يمنع، لكن الدفاع الأزرق يقول لا للمرور، ممنوع المرور صوب شباك فارس في مباراة اليوم. هذه محاولة قائمة. رائد إبراهيم يضغط ظفار، يتراجع الشباب.
هل يسجل ظفار؟ هذا السيناريو الآن الذي قد يحدث الآن. ظفار من هذا الضغط ممكن أن يسجل والشباب ممكن أن يستفيد. هذه كرة وصلت إلى علي البوسعيدي، محاولة للأمام. أدمر يلعب كرة في الجهة اليسرى، محاولة رايد يلعب كرة عرضية، محاولة يا الله، ما زالت لكن القائم يبعد الكرة، القائم يقف ضد الزعيم، القائم يقف مع الشباب، القائم يمنع أصحاب الأرض، القائم يقف مع الشباب مع الضيوف. الكرة الماضية ضاع اللقب من خلال الكرة الأخيرة، ضاع هدف اللقب. لا والله فارس هو الفارس، ظلمناك حقك يا فارس. اللقطة الماضية أبعدها على طريقة الكبار، بردة فعل الكبار، بردة فعل الأبطال. يا الله على كرة خطيرة تعني التعادل، تعني عودة اللقب لظفار، إلا أن فارس منع المرور، قال لها توقفي، فإن لدينا أحلام كبيرة، لدينا أمل كبير، لدينا طموح كبير، نريد ليلة تاريخية، نريدها من صلالة، نريدها من أرض الأصالة. أي ردة فعل، أي قوة، أي هيمنة، أي ظهور يا فارس في اللقطة الماضية. سلامات إن شاء الله لعمرو الجنيات، اللاعب الدولي السوري الذي قد يترك أرضية الملعب، وإن ترك أرضية الملعب فلربما محمد السيابي هو اللاعب القادم. الكرة تعود، رايو تسلل في اللقطة الماضية، رايو تسلل إذن موجودة، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة. لاحظوا مرة أخرى القرار كان سليما. جماهير نادي ظفار تطالب طبعا بتنفيذ الكرة في الوقت الأسرع، لكن هذه كرة واصلة باتجاه علي البوسعيدي للأمام، كرة بتتخلص إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس. إرنست الشباب يتراجع، الشباب من أجل الحفاظ على النتيجة المسجلة، الشباب من أجل أن يحافظ على 1-0. هل هي كافية؟ هي إلى الآن كافية، لكن هل باستطاعتهم أن يصلوا؟ هل باستطاعتهم أن يصمدوا؟ هل باستطاعتهم أن يحافظوا على النتيجة المسجلة؟ ضربة مرمى لاوسن بكاي، آخر حلول مراد. لاوسن بكاي اللاعب المهاجم من سجل هدفا قاتلا في مرمى النهضة من ضربة حرة مباشرة، وأعطى الزعامة، بل أعطى الصدارة للزعيم في تلك المباراة بعدما استغلوا النتيجة المسجلة بين الشباب ونادي عمان. استطاعوا أن يخطفوا الصدارة من تلك المباراة بهدف لاوسن بكاي في اللحظات الأخيرة من ضربة حرة مباشرة. الآن لاوسن أمام ربع ساعة لكي يدخل ولكي يعيد عقارب الساعة لصالح الزعيم. لمسة أمامية الآن في منتصف الملعب في الجهة اليمنى لظفار، تصل إلى علي البوسعيدي، يحولها للأمام، محاولة لكن تصل سهلة مباشرة عند فارس الغيثي. فارس الغيثي يسيطر على الكرة الماضية، صاحب أجمل تصدي، صاحب أروع ظهور في شوط المباراة الثاني. فارس يلعب كرة للأمام، يونس المشيفري يستقبل كرة في اللقطة الماضية بالصدر، يلعب مباراة كبيرة وكأنه لم يلعب ذلك من قبل في ليلة الكبار. مباراة مشاهدينا الكرام حتى الآن تعطينا فعلا أحقية الفريقين بالتنافس على لقب بطولة الدوري. مباراة حتى الآن توفي بكامل وعودها. الشباب لم يتحصل على الكثير من الفرص في شوط المباراة الثاني، كانت فرصة وحيدة عدت من أمام عمر المالكي، بعد ذلك تحولت السيطرة لمصلحة نادي ظفار وأضاعوا العديد من الفرص، من بينها الكرة الأخيرة التي تصدى لها
الحارس فارس الغيثي. جماهير تنتظر، جماهير تترقب، جماهير تأمل وتتمنى، جماهير شبابية ملأت المدرجات في مشهد سيبقى للتاريخ، في ليلة ستبقى عالقة في أذهان كل الجماهير، سواء شبابية سواء ظفراوية، حتى الوسط الرياضي سيتذكر هذه الليلة الكبيرة هنا على أرضية مجمع صلال الرياضي في عوقد. لاوسن بكاي مكان علي البوسعيدي. مراد مولاي، هل يفوت لقب بطولة الدوري الذي كان قريب من قبضة الزعيم؟ هل يخسر الزعيم مباراة اليوم وقد يرحل حتى مراد مولاي وهو المدرب الرابع؟ جماهير الزعيم لا تحتمل غياب، لا تحتمل خسارة، لا تحتمل إلا الفوز بلقب بطولة الدوري. كرة تصل عند رائد إبراهيم في الجهة اليسرى. معتز الآن يحاول، الشباب يتراجع، يحافظ على الهدف، ممكن هي 1-0 وممكن 1-1. هذا هو السيناريو المنتظر والمرتقب. أما ظفار يسجل هدف البطولة أو الشباب يحافظ على هدف البطولة. كرة الآن تصل إلى أحمد سليم في جهة اليمين. علي سالم. خلصنا الربع ساعة أو الأقل من ربع ساعة على نهاية المباراة. 78 دقيقة، المتبقي قليل. حصاد الدوري لمن؟ الثمار لمن؟ الإنجاز لمن؟ كرة للأمام، محاولة على حدود منطقة الجزاء تتخلص، تعود مرة أخرى الآن إلى أدمر يلعب كرة عرضية، محاولة للأمام، فرصة بتتهيأ. الرزيقي في اللقطة الماضية صاحب الهاتريك التاريخي في شباك الأزرق الكويتي. الرزيقي يحتاجون منك هدف، يحتاجون منك اليوم هدف، يحتاجون لمسة واحدة، يحتاجون كرة واحدة تسكن شباك نادي الشباب. الكرة تعود مرة أخرى، هذه فرصة خطيرة عند خليل. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء وكأنه أعلن لقب الدوري. جماهير ظفار تفرح بقرار الحكم، وكأنه الإنجاز، وكأنها الصافرة النهائية، وكأنها صافرة الختام، وكأنها صافرة البطولة العاشرة. يا الله يا الله على قرار مثير. مرة أخرى شوف الكورة، شوف الصورة مرة أخرى. عبد الحافظ التويني في الطريق، خليل نصيب في التقدم للأمام، يدخل في هذا التوقيت عبد الحافظ. أين الحفاظ على الأعصاب؟ ركلة جزاء يشير إليها عمر اليعقوبي. يا عمر في ليلة تساوي عمر، في ليلة تساوي عمر. اي والله ليلة عن 1000 ليلة وليلة. الشباب الآن قد تخطف منه البطولة التي وصلت إلى الدقيقة 80. ضربة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة الزعيم، ركلة جزاء لمصلحة ظفار. سعيد الرزيقي، نصيب أتى بالنصيب، خليل نصيب أتى بالنصيب. سعيد الرزيقي هل يأتي بالأرزاق المنتظرة الآن لمصلحة نادي ظفار؟ هل يواصل التألق فارس؟ هل يكون فارس الليلة؟ هل يكون فارس التاريخ؟ هل يكون فارس هذه الأمسية، هذه السهرة؟ سعيد الرزاقي، أمامك كورة، أمامك تاريخ، أمامك جماهير، أمامك عاشرة. يتقدم، جول جول جول. هدف تعادل، هدف بطولة، هدف لقب، هدف إنجاز، هدف درع، هدف العاشرة لمصلحة الزعيم. الزعيم من لهب، الزعيم إذا لعب جاب العجب. الزعيم يسجل. سيد الرزيقي البديل الناجح من أول لمسة تأتيه ركلة الجزاء،
ويشعل النيران في المدرجات. شوف الكرة وضعها في زاوية، فارس ذهب إلى زاوية أخرى. هدف تعادل يسجل. إنه هدف البطولة، إنه هدف الدرع، إنه هدف الإنجاز، إنه هدف العاشرة، إنها الفرحة الكبيرة للزعيم لظفار في صلالة. يا له من مشهد كبير، يا له من مشهد مثير، يا لها من ليلة تاريخية. الشباب تقدم، ظفار عاد. انظروا إلى هذا المشهد وكأنها واحدة من الليالي التي لا ولن تكون مرة أخرى. شوف مرة أخرى الكرة الخطيرة. يا له من مشهد، يا له من مشهد كبير الآن في اللحظات الأخيرة. 1-1، ما انتهى شيء، ما انتهى شيء. الشباب لم يخسر بعد، ظفار لم يفوز باللقب بعد. الدقيقة 82 مشاهدينا مستمعين في كل مكان. هنا العلم المغربي تشجيعا لمراد، تشجيعا لمولاي، تشجيعا لمدرب ظفار، تشجيعا للزعيم. شوف الكرة الماضية اللي كان فيها تسلل، لكنها لحظات أخيرة مثيرة كبيرة بصراحة في ليلة كبيرة أمام مشهد كبير في المدرجات. عادت الفرحة، عادت الأصوات إلى مدرجات الزعيم، عاد الصمت الآن إلى مدرجات الشباب. هذه كرة للأمام، جول جول. خلصوها، ختام، بصمة ختام، توقيع ختام في ليلة ختام، في ليلة المشهد البهيج. سعيد يا سعيد يا شلهوب يا رزاقي، يا الله على كورة، يا الله على مشهد وصورة، يا الله على مشهد خيالي من خيال لجماهير الزعيم. كانت ذاهبة صوب الشباب، رأوها بأم أعينهم، شاهدوها كما لم يشاهدوها في موسم 2011-2012، شاهدوها اليوم، لكنها جذبت، بل سحب البساط منهم. سعيد الرزاقي سحب بساط البطولة، سحب بساط البطولة الأولى منهم، سحبوها منهم، أخذوها. الرزاقي وداها لظفار، الرزاقي وداها للزعيم. الرزاقي أرادها عاشرة، أرادها عاشرة، أراد زعامة للزعيم، أراد لقب تاريخي، أراد زعامة، أراد لقب، أراد بطولة، أراد ظفار، بل إنها أرادت ظفار. كورة ما أجملها وصورة ما أروعها هنا في المدرجات، هنا في أرضية الملعب. ليلة التاريخ تذهب باتجاه الزعيم. يا الله، يا الله على كرة القدم وأحداثها وأبجدياتها وجزئياتها. تذكروا تماما ماذا ذكرت في شوط المباراة الثاني، في بداية شوط المباراة الثاني. تتذكرون؟ هل تتذكرون الفرصة الوحيدة، الفرصة الخطيرة لمصلحة الشباب؟ عمر المالكي سجل الثاني وتريح أعصابك، تريح الشباب. لكن الآن اسم هاني، اسم هاني ولكم التهاني، اسم هاني ولكم التهاني. والله يستاهل هاني، والله يستاهل هاني، والله يستاهل الضابط، يستاهل الضابط هدية من جماهير الضابط، من جماهير الزعيم للضابط في اللقطة الماضية. يرفعون اسم هاني لأنهم يعلمون من هو هاني، ويعلمون أنه واحدا من أساطيرهم الكبار، يعلمون وأن لظفار أساطير كثيرة وكثيرة وكثيرة مرت على هذا الفريق الكبير الذي يحقق اليوم وإلى الآن الإنجاز الكبير. في 5 دقائق متبقية أصبح ظفار يحتاج، أو أصبح نادي الشباب يحتاج إلى هدفين. هيأتي هذا؟ لا 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 لا، لم يأتي. محمد السيابي كان ممكن، لو سجلت الآن كان ممكن، لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب.
هل فقد الشباب البطولة منذ أن تراجع، منذ أن ضيع عمر المالكي الهدف الثاني؟ هنا السيابي حاول في الكرة الماضية لكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. سيناريو بصراحة غريب، سيناريو مثير. جماهير الشباب ارفعوا الرؤوس، كنتم النموذج الأمثل، كنتم الفريق الأفضل من خلال هذا الموسم. الزعيم خطفها بكل جدارة واستحقاق. الشباب بصراحة في هذا الموسم أعطانا ملامح، أعطانا روعة، أعطانا الكثير والكثير من الفنيات الجميلة على مستوى الإثارة والمتعة في كرة القدم، على مستوى التنافس الكبير. الشباب في هذا الموسم أعاد لنا الكثير من القوة والتحدي والتنافس على مستوى لقب بطولة دورينا. الشباب هو من أوصلنا إلى هذا المشهد الجميل، الشباب هو من أعطانا هذه الليلة المثيرة، الشباب هو من سمح لنا بأن نلعب مباراة أخيرة في ليلة ختامية كبيرة. هنا لقطة غريبة، هنا كرة فيها بطاقة صفراء في اللقطة الماضية على فرناندو، بطاقة صفراء. توترت الأعصاب في لحظات الأعصاب في ليلة التاريخ. نعم، قد تضيع البطولة، قد تتجه صوب الزعيم الذي يستحقها بكل جدارة واستحقاق، لكن الشباب سيبقى مرفوع الرأس، وجماهير الشباب ستبقى مرفوعة الرأس، لأن هذا هو موسم استثنائي نحن لن ننساه، أنتم لن تنسوه أكيد، لأن جماهير الشباب كانت عاملا مؤثرا مثلما هو فريقهم في هذا الموسم. هذه كرة منقولة للأمام. لماذا تراجع الشباب؟ لماذا سمح لهم الشباب؟ لأن ظفار هو ظفار، ولأن ظفار لا يسمح لهم بأخذ بطولة من هنا، لأن ظفار الخسارة تعني له خسارة لقب. عمر المالكي يبحث عن المرور، عمر المالكي يتقدم للأمام، يسقط، لكن الكرة تعود مرة أخرى في اللقطة الماضية. سيتذكرونها جيدا، الفرص القليلة التي حدثت، الجزئيات البسيطة في مثل هكذا مواجهات من الممكن أن تستغل. نعم ظفار في الطريق، نعم ظفار في الطريق الصحيح، نعم ظفار صوب اللقب العاشر يتجه الآن. كرة ملعوبة أمامية، محاولة لكن تتخلص، تعود مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، عمرو الجنيات، الكرة بتصل الآن، محاولة، فرصة، يا الله، ضاعت لكن ما زالت. رياض خلصها، تعود الكرة مرة أخرى، فرناندو، يا الله، ماذا يشير؟ على ماذا يشير؟ هل هي ضربة حرة أم ركلة جزاء؟ عمر اليعقوبي يشير إلى ماذا؟ إلى ضربة حرة مباشرة، إلى ضربة حرة مباشرة في هذا التوقيت. يحتاجون إلى هدفين في ظرف ثواني قليلة متبقية. هنا تدخل خارج منطقة الجزاء، القرار سليم أن الخطأ كان خارج منطقة الجزاء. أمامهم ضربة حرة مباشرة، أمامهم كرة أخيرة. الدقيقة 90، المتبقي دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع. الشباب يريد هدفين ليس هدف واحد. التعادل لا يكفي. شوف الكرة الأخيرة، لاحظوا كرة جميل تصدى لها القائم والعارضة، المقص الأيمن، أبعد كرة خطيرة، كان ممكن الثاني يأتي، وبعد ذلك المتابعة، يا الله، كان ممكن يسجلون في هذا التوقيت. ضاعت الفرصة، ثم بعد ذلك المدافع دافع عن مرماه، وفي الثالثة رياض، وفي الرابعة أعاق فرناندو. الآن الخطأ، الضربة الحرة المباشرة، رياض يسقط دون أن تسقط الأحلام، ودون أن تسقط الآمال، ودون أن يسقط الدرع من خانة الزعيم إلى العاشرة، ظفار إلى العاشرة. نقول حتى الآن لاحظوا مرة أخرى كيف وأن الابتسامة عادت بعدما كان الصمت هو السائد في مدرجات نادي ظفار. هذه لحظة أخيرة
هذه لحظة مثيرة، هذه لحظات أعصاب. الضربة الحرة المباشرة يسجلها الشباب ولا لا؟ في هذا التوقيت كانوا يحتاجون إلى لوكاس، أمامهم 5 دقائق من الوقت المقدر بدل الضائع. هل يسجلوا هدف الآن؟ يسجلوا هدف ويبقوا بعد ذلك المباراة مثيرة حتى الصافرة الختامية، حتى الصافرة النهائية. الضربة الحرة المباشرة من يتكفل بتنفيذها؟ الأقرب لها السوري عمرو جنيات، وأمامه بل مع إرنست من هو اللاعب القادم؟ منذر الصبحي. دخل الآن محمد السيابي المكان عبد الحافظ ثويني. هذا لا يهم الآن، لا يهم من دخل من خرج. المهم أن ظفار 2 الشباب 1. اللقب ظفراوي، اللقب ظفراوي لمن يلعب بفرصتين. هو صاحب اللقب، هو صاحب الإنجاز، هو الفريق الفائز. جماهير الزعيم ترفع الرايات الحمراء والبيضاء فرحة بهذا الإنجاز الكبير. الضربة الحرة المباشرة، جنيات يسددها للمرة الثانية. جول جول جول، يقلص الفارق 3 أو 2-2. 2-2، محتاجين ل3 من اللي سجل. هل هو البريكي مرة أخرى؟ هل هو خالد مرة أخرى؟ جماهير الشباب تفرح، جماهير الشباب تترك المباراة حتى اللحظات الأخيرة في كل الإثارة بكل المتعة. شوف الكرة مرة أخرى، عمرو جنيات. لا هو نفسه، نفس السوري نفسه. في المرة الأولى ضربها في الحائط، المرة الثانية وجدت الشباك مكانا لها، وجدت الشباك. سجلوا الهدف الثاني، سجلوا هدف التعادل غير كافي. يا الله، هل يحدث شيئا من العجب؟ هل يحدث شيئا من المستحيل؟ كرة منقولة للأمام، كرة بتتخلص تعود مرة أخرى. محاولة وصلت إلى السوري، يستبسل من خلالها، يقاتل من خلالها. 3-2 يعني فوز الشباب باللقب، لكن الآن 2-2 يعني فوز ظفار. لاوسن بكاي، لكن فارس قال لهم لا، قال لهم لا. انتظروا الصافرة لمن ستكون، انتظروا الصافرة ليس بعد. كرة منقولة للأمام، محاولة. يا لها من ليلة تاريخية، يا لها من ليلة تاريخية، يا لها من إثارة كبيرة هنا في صلالة، هنا في أرض الأصالة. ظفار لم يفوز بعد، ظفار لم يفوز بعد، الشباب لم يخسر بعد، اللقب لم يدون بعد. اللقب لظفار أو للشباب. لن ننتظر، دعونا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة. كرة واصلة إلى جنيات، السوري إلى رياض. روضها يا رياض وريح أعصاب جماهير ظفار. خطيرة كانت من جانب عمرو جنيات. كرة للأمام، سعيد الرزيقي. هدفين، هدف من ركلة جزاء وهدف من كرة عرضية من لاوسن بيكاي، ورمية تماس الآن محتسبة للشباب، وكرة ملعوبة للأمام وصلت إلى جميل اليحمدي، تتخلص من أمامه. تامر مجدة يحول كرة للأمام، وصلت إلى عمر المالكي، إلى منذر الصبحي. عبد المجيد في الجهة اليمنى، محمد السيابي يبحث عن لاعب كرة عرضية في مكان خطير. الرياض يسيطر عليها أيضا، وبقت دقيقة على النهاية، باقي من الوقت دقيقة واحدة. 2-2. الزعامة للزعيم، اللقب لظفار. حتى الآن ما لم يسجل الشباب، ما لم تحدث المفاجأة، ما لم يأتي شيء لم يتوقعه أحد. الكرة فيها خطأ، فيها ضربة حرة غير مباشرة الآن محتسبة لمصلحة ظفار. ثواني قليلة، الشباب تراجع كثيرا. ظفار عرف كيف يتعامل مع الوضع، كيف يصطاد المباراة، كيف يعود. كرة في الجهة اليسرى الآن، محاولة خطيرة. خليل نصيب يبحث عن المرور، الكرة ذهبت إلى ركنية. الثواني الأخيرة، الوقت الإضافي انتهى، الوقت المضاف
خلاص آخر ركنية، آخر كورة، لقب عاشر للزعيم سيعلن عنه بعد قليل. أعلن عمر اليعقوبي العاشرة للزعيم، العاشرة للزعيم، العاشرة للزعيم. 10 على 10. كل التهاني، كل التبريكات لجماهير ظفار، لمحبي هذا الكيان الكبير، لمحبي الزعيم، لمحبي اللون الأحمر، لعاشقي هذا الكيان. ظفار بطلا للمرة العاشرة، بطل ظفار هم الأبطال، جماهير ظفار هم الأبطال في ليلة كبيرة، في ليلة دراماتيكية. هارد لك من الأعماق، هارد لك من الأعماق لجمهور الشباب، لكل الشباب، لجماهير الشباب، لأنهم كانوا فاكهة بطولة الدوري من خلال هذا الموسم. لعبوا مباراة، بل لعبوا بطولة، لعبوا موسم واحدا من أروع مواسمهم. لا نقول لهم هارد لك، بل نهنيهم على هذا المستوى. نعم، نبارك للزعيم، نبارك لظفار بطل دوري عمان تل المحترفين 2016 2017. 10 على 10. عاشرة الرزيقي سجل من ركلة جزاء، ثم أضاف الثاني وقال لهم خذوا العاشرة، خذوا الزعامة منفردين بها. 10 ألقاب تاريخية تناوب عليها الزعيم في فترات طويلة. الزعيم يعود مرة أخرى إلى لقب بطولة الدوري بعد طول غياب، بعد طول انتظار. ظفار بطل، ظفار لقب بعد موسم 82 83 84 85 89 90 91 92 92 93 93 94 98 99 2000 2001 2004 2005، وبعد ذلك الغياب الطويل. العودة الآن، مطول الغيبات، جاب الغنايم. ولسوء حظك يا الشباب أنك واجهت فريق جائع. أترككم مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع هذه اللقطات الجميلة المثيرة الرائعة هنا في مدرجات مجمع صلالة الرياضي. أترككم مع هذا المشهد، أترككم مع هذه الروعة، أترككم مع هذه الفرحة. بعدها سنعود إلى حفل تتويج المتوجين بلقب بطولة الدوري من خلال هذا الموسم، المتوجين طبعا ظفار والشباب.